اختراق أنفاق قصد، تقرير لقناة ألمانية يفضح ما حاولوا دفنه. كاميرا ألمانية دخلت أنفاق قصد وكشفت المسطور. تجنيد قاصرات عقيدة ميليشياوية سرية وارتباط مباشر بالPKK. وحين ظهرت الحقيقة من أفواه عناصرهم بدأ الضغط لحذف الفيديو. تابعوا هذا الفيديو. Wir nehmen euch mit in eine schwer umkämpfte Region im Norden Syriens. من تحت الأرض حيث لا تصل الكاميرات عادة، خرج الإعلام الألماني بما حاولت قصد طمسه لسنوات. تقرير استقصائي بثته قناة ألمانية من داخل قواعد ما يسمى بوحدات حماية المرأة كشف حقيقة مختلفة تماما عن الصورة الملمعة التي يسوق لها في الغرب. الكاميرات وثقت ما لا يمكن إنكاره: تجنيد قاصرات، فتيات في سن 17 وبعضهن اعترفن بالانضمام قبل 10 سنوات، أي في عمر الطفولة المبكرة. هذا ليس تحررا بل جريمة حرب موثقة بالصوت والصورة. التقرير نسف كذلك رواية الإنكار الطويلة وكشف الارتباط الأيديولوجي والعسكري المباشر بين قصد وحزب العمال الكردستاني المصنف دوليا، لا بالشعارات بل بالدلائل. الأخطر: طفلات يعشن في أنفاق بعمق 40 مترا، معزولات عن المجتمع داخل عقيدة عسكرية مغلقة تدار كتنظيم سري لا كقوة محلية. وتحت لافتة تحرير المرأة يظهر العكس تماما: نزع للإنسانية، عزل قسري، وتحويل المرأة إلى أداة قتال. اليوم تضغط القصد لحذف التقرير، لكن السؤال الذي لن يحذف: من كان يكذب ومن كان يختبئ تحت الأرض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أترك لكم التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله.